السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اصحابي، ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يكونوا بخير. متنسوش تحطوا لايك للفيديو، اشتراك للقناة لو لسه مش مشتركة، وتفعل زر الاشتراك عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو تشجعني بيه. ويلا بينا على الفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين، اول حاجة بدأت ان انا اعملها في المطبخ ان انا ابدأ اعمل الكمون. بدأت ان انا نقيته وبدأت ان انا احمصه كده في المقلاية على النار وطحنته، عشان هي الحاجة الوحيدة اللي ما كانتش موجودة عندي خالص. ما كانش عندي كمون خالص. فبدأت ان اعمل اللهم صل عليك يا نبي الخلطة بتاعة البط. البصلة اللي هي المرتة بتاعة البطة، بصل وزبيب وملح وفلفل وكمون ونقطة شطة صغيرة جدا لو انت حابة. البط بتاعي انا غسلاه كويس جدا ومنضفاه، وكنت نقعاه كمان في ميه وخل وشويه دقيق. نضفته كويس وبدات عملت الخلطه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده، وبدات ان انا ادعكها في بعض علشان الخلطه كلها تبقى كلها طعم واحد. يعني انا حطيت شويه بصل، حسيت انهم قليلين لان انا حاطه على بطتين مش بطه واحده. تمام كده. طبعا الفيديو ده فيديو بتاع رمضان. طبعا فيديوهات انا هنزلها لكم. طبعا انا ما نزلتلكوش حاجه في رمضان لان انا صراحه كنت في دوامه خالص، ما كنتش فاضيه خالص في رمضان انزل فيديوهات. فاعذروني معلش، انا اسفه ان انا ما نزلتلكوش فيديو في رمضان خالص. فالفيديوهات دي انا كنت مصوراها بس ما منتجتهاش، يعني انا بمنتجها لسه معاكم، بنزل لها صوت على الفيديو. تمام كده. وبدات ان انا اظبط معاكم واحد واحد كده، انزله لكم كده في ايام العيد وفي الاجازه، نتفرج مع بعض كده وتشجعوني. طبعا في رمضان بتبقوا لابخه، محدش عارف يشوف فيديوهات، محدش عارف يشوف حاجه، عشان الصلاه وطبعا العزومات، خروجات، الاكل في المطبخ طول اليوم. فاكتر حد يعني ما اظنش يعني ناس كتير جدا من اللي بيتابعوني او ناس تانيين يعني بيتابعوا فيديوهات ما بيتابعوش طبيخ كتير، قليل يعني، تلاقي الوقت كله ضايع. فانا حبيت انزله لكم في رمضان، بره رمضان خالص، بره الموسم. انا اللي في الموسم بتاع رمضان يعني كان هيبقى شغل حلو قوي، بس انا صراحه كنت تعبانه جدا ايام شهر رمضان، ما كنتش عارفه انزل لكم فيديوهات خالص. فاعذروني بعد اذنكم كده، واكتبوا لي كومنت حلو تشجعوني بيه، وتكتبوا لي رايك في الفيديو بتاعي اللي انا عملته النهارده، لان الفيديو ده انا تعبت فيه جدا جدا جدا. الفيديو ده يعتبر اول عزومه في رمضان. حبيت كده اعمل اكل حلو قوي، اظبط لكم الدنيا. هعمل بط وهعمل لحمه وهعمل سبانخ وصينيه بطاطس باللحمه، هظبط الدنيا. وجلاش اللي هو الامامه، عندنا في دمياط احنا بنسميه امامه، بنعمله بالكبد والقوانص بتاعه البط. ناخد برضو اللي هو الرقبه والجناحه بناخد فصوصها والكلام ده كله، بس انا اخدت الكبد بس عشان هما كانوا بطتين، فيدوبك عملوا لي كده صينيه امامه صغيره. تمام كده. هنا بقى انا بعملها بعصيان الخله الصغيره دي. انا ساعات ميبقاش متوافر معايا، بعمل بابره وخيط. هنا حطيتهم في حله الضغط يعني يدوا غلوه كده، بس انا مش هكبس الغطا كبس يعني عليهم، لان طبعا لو انا كبسته مش هعرف اشيل الغطا اصلا الا بعد الصفاره خلاص كلها ما تنتهي. بصراحه من احلى الحاجات اللي انا استخدمتها وفادتني جدا في المطبخ، وخصوصا في ايام شهر رمضان. حله الضغط ديت طبعا انا صورت لكم فيها كذا مره، النهارده انا مصوره لكم فيها. حلوه قوي، بس بصراحه بتنجز قوي وحلوه وكويسه. محدش يقول لي لا اصلا احنا بنخاف عشان الصفاره، بنخاف عشان كذا. لا، الحله دي كويسه جدا، انا جايباها ومعايا بقالها دلوقتي سنه وشويه. بصراحه جميله جدا وبتنجزني وما بتاخدش معايا وقت. لو انت مستعجله في اي اكله زي بط او لحمه او حمام، حاجات من دي اللي بتاخد وقت كتير على النار، الحله دي بصراحه انصحكم حله الضغط تبقى متوافره معاكم في المطبخ. حله صغيره حله كبيره، لان انا صراحه حبيت ان انا يوم ما اجيب حله كبيره تنفعني في عزومات، على حسب احتياجك انت في بيتك. يعني انت لو بتستخدمي وبتعملي اكل قليل او حاجه على قد افراد قليله، بتجيبي حله صغيره. انا حبيت ان انا اجيب الحله الكبيره ديت، لان بصراحه بتنجزني في حاجات كتير. وطبعا انا بعمل حاجه بعملها كتير، ما بعملش مثلا بطه او حاجه قليله كده، لا انا بعمل حاجات كتير، فبتنجزني معايا في الوقت. تمام. خلصت البطة وولعت البط، يعتبر البطتين حلوين معتبرين، حطيتهم كده على النار وسبتهم على نار هادية مش عالية. هي نار هادية اصلا مش هتاخد معاكي، ما يكملش ساعة، والله ما هتكمل ساعة، نص ساعة. انا اصلا بصيت عليها هتلاقيها طب بسم الله ما شاء الله الله اكبر، فشرت. فص بتاعها دايب دوب 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 يعني، جميلة. حاولي برضك من وقت للتاني تشيليها من على النار، ما تفتحهاش وهي على النار، عشان تلحقي نفسك وما تحصلش اي خطر وما تحصلش اي مشكلة. شيليها من على النار
واول ما تهدى كده شويه، تستنى عليها كده شويه ما تهدى، ابداي شيلي بقى ايه اللي هي بتاعه الزماره بتاعه الامان دي، ترفعها لفوق. انا مره تانية باذن الله اصور لكم بالتفصيل انا بعمل معاها ايه، عشان في ناس كتير بتبقى عندها ومش عارفه تستخدمها كويس. انا صراحه انا عملت ريفيوهات كتير جدا عليها عشان استفيد منها، وفي نفس الوقت برضك ما يحصلش اي كوارث في المطبخ معاها، لان انا بصراحه بخاف من الحاجات دي قوي. إيه، اتلاقيتها كويسه جدا وسهله وبسيطه وما بتعملش اي حاجه، بس تخلي بالك تشيليها من على النار، تبعديها عن النار خالص وتسيبها ما تهدى خالص، وبعد كده تشيلي زمارة الأمان اللي هو القطعة كده، بتشيلها ترفعها لفوق، وأول ما تخرج البخار خالص وتهدى بتقومي إيه شايله الغطا. هتلاقي حتى الغطا مش هيفتح معاكي اصلا لما البخار كله يخرج. تمام كده. هنا عملت اللحمه زي ما انتم شايفين، قطعتها وخلصتها وعملتها شوربه. طبعا انا سلقتها وكبت ميتها، مش تتسلق لا، انا يا دوبك تغلي بس، يعني غلوه، اول ما تبدا غلوه كده تعمل ريم، بشيلها خالص الريم بتاعها، بقوم كباه واقوم شطفها شطفه صغيره كده، واقوم عاملاها ايه مشوحاها إيه بالفصل المستكه. وطبعا الحبان انا طحناه ما بحطوش الا في الميه، يعني ميه اللحمه، وبحط البصله بتاعتي وشويه فلفل، واول ما بتخش في السوي بحط لها شويه ملح كده اللحمه بتاعتي. هنا نعمل ايه؟ هنا هنعمل سبانخ. جبت الكسرونه بتاعتي على النار اهيت، وبدات نعمل ايه البصله عشان ايه اعمل السبانخ. انا السبانخ انا مفرزاها في الفريزر، بس ما كنتش حاطه لها بصل. انا في وقت كنت بعمل بصل، بس في الوقت ده انا اما اكون مستعجله او بعمل كميه مثلا بعملها من غير بصل. هنا استخدمت البصل وهسيبها تغلي بقى على نفسها، واحط لها ملح وفلفل واظبطها كده شويه شطه صغيرين، وهسيبها كده ايه على مهلها، وابدا اخش بقى ايه في الوصفه التانية تغلي بقى مع نفسها. زي ما انتم شايفين كده خلصت من الاكله كمان. هبدا ايه انا لما باجي اعمل اكل كذا حاجه، اول حاجه ما بخش لها المطبخ كمون، لو هو عندي حصى بطحنه، بصل، بعمل كميه باخد منها بقى، اشوف بقى كام اكله انا هعملها. انا بعمل كده. الكمون بتاعي علشان لسه طازه، انا لسه مغطيتوش، انا سايباه لسه مفتوح الغطا بتاعه علشان هو لسه سخن. حطيت البصله بتاعتي وملح وفلفل وكمون وشويه شطه، وهمركهم في بعض، امركهم كويس جدا، يعني تدعكم في بعض. التوابل كلها لازم تخش جواها البصل علشان تنزل مية، اول ما تنزل ميتها تعرفي ان الخلطة بتاعت البصلة ديت اللي هي بتاعت صينية البطاطس هتطلع خرافة. زي ما انتوا شايفين كان عندي توم وهريسة شطة. ما عندكيش حط شوية بابريكا، ما عندكيش بابريكا اكتفي باللي انت هتحطيه، وفصين توم في منتهى الجمال. اقطع البطاطس بتاعتي زي ما انتوا شايفين حلقات، وبدأت ان انا ايه احطها كلها في الصينية. تمام كده. حاولي برضو لو بتعملي كذا اكل على حسب العدد برضك اللي معاكي، ما تكتريش، ولا هو قليل ولا هو كتير، في الوسط. انا عامله سبحان الله، انا صينيه البطاطس دي اكلتها على يومين، يعني الاكل ده اكلته على يومين والله العظيم. ومن العدد يعني بسم الله ما شاء الله كان عدد يعني حلو، يعني كذا عدد، فاهمين؟ ألف هنا كل اللي أكل، بس عشان احنا كنا أول يوم رمضان، انتوا فاهمين في كل البيوت المصرية كلها بيبقى أول يوم رمضان لو تبقى عاملي مليون أكلة، مش هتاكل منها لحاجات بسيطة جدا، معلقتين وخلص الموضوع. هنا الطماطم كنت أنا عصراها، نزلت على طول بيها على صينية البطاطس، أحط لها بقى رشة الزيت، وأحطها بقى على إيه على البوتاجاز، وهنساها بقى على مهلها على نار هادية. هنا كان جوزي وسلفي وكام حد قالوا لي، وحماتي كانوا عشان الاكل كنت اكلها عندهم، قالوا احنا عايزين ناكل فول اخضر بالسبانخ. اسمها فوليه، بيسموها فوليه، إيه ما بيسموها كذا تقليع، يعني كذا اسم ليها، بس انا مش حباها او يعني مش بحبها ومش متعوده عليها. يعني كان الله يرحمه بابايا الله يرحمه، كان بيحب اكله السبانخ بالفول، وماما ربنا يديها الصحه، بس انا ما بحبهاش صراحه. بس انا سبحان الله لما انا طبختها حبيتها، يعني انا لما طبختها حبيتها اكلها. لكن عندي العيال ما رضوش ياكلوها صراحه، هم اكتفوا بصينيه البطاطس وبس. عندي جانا كانت بتحب السبانخ جدا، ساعه ما شفتني حطيت فول بقت تصوت، ما اقولكوش والله اللي عملته، بقت قاعده زعلانه جدا ان انا بتحب السبانخ وما اكلتهاش اصلا بسبب الفول. بس بصراحه بسم الله ما شاء الله كانت دايبه دوب الفول مع السبانخ، حط له طعم حلو قوي، إيه، وطعمها جميل. هنا الكبد والقوانص طبعا لما اطرح ما انا سلقتها، انا سلقت البطه بتاعتي، لما سلقته اخدت منه الكبد والقوانص وسبتهم بقى هنا، مش محتاجه بقى ان انا اسلقها عشان ايه هعمل هنا امامه، فلازم طبعا تكون مسلوقه.
قعدت سلق الكبده والقنصه. القنصه طبعا بتاخد مني سويه، لازم تاخد سويه عشان ما تشدش معاكي وانت بتاكليها. تمام كده. انت مش سويهاش سوا كامل، هي اصلا لسه هتكمل سويه اصلا في الفرن، وكمان لسه هحطها على النار على البصله، فهتاخد برضه وقت معاكي مش كبير يعني، حلو. يعني انت بتسلقي نص الوقت بتاعها، يعني قولي 50% مثلا. تمام كده. اهو قطعتها قطع صغيره، انا بحاول ان انا ما اكترش يعني او اكبر القطع. لا، بقطع حتت صغيره. وانا قطعت برضو الكبد بتاعتي اهي. انا لو لقيتها كانت قليله كنت انا اخدت الجناحه واخدت الرقبه وكملت، بس انا عشان هما بطاطين بقى، والكبده بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك كانت كبيره مش صغيره مش زي بتاعه الفرخه، فطبعا رمت معايا طبعا مع البصله والزبيب، فاهمين؟ فبترمي برضك معاكي. وانا عامله كمان صينيه صغيره مش عامله صينيه كبيره، فيعني الخلطه طلعت مظبوطه زي ما انتوا شايفين بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. اهو قطعتها قطع صغيره، والكبده كذلك. هنزل بقى على البصله، طبعا هي دبلت شويه اهي، واخده لون بسيط. نزلت على طول بالقنصه، كملت اهو زي ما انتوا شايفين، وحطيتها كده وقلبتها تقلبتين كده حلوين. تاخد وقت كده شويه على النار لما تدخل كمان في السويت كامل سوياه، عشان لما تحطها في الجلاش تبقى مستويه وجميله. ده شكلها زي ما انتوا شايفين. حطيت لها شويه ميه صغيرين، وبدات ان انا انا خرجت هنا البط، انا خرجته في صينيه لوحده لان خلاص كان استوى. فقلت خلاص كفايه قوي عليها، ما عنديش اكمل اكتر من كده عشان ما تتهراش، لو سبتها اكتر من كده تتهرى. هنا اهو زي ما انتوا شايفين، هنا عندي فصوص، كنت اخدت فصوصه برضو تقريبا. انا كنت اخدت هنا فصوص طبعا عشان انا مصوراها في رمضان، فما انتش فاكره. انا اخده هنا رقبه، كنت كملت برقبه. قلت عشان تبقى خلطه تبقى كتير وكده ترمي معايا كميه، بحيث اللي بياكل خلطه الجلاش ما تبقاش قليله. هنا كنت كملت بيها وحطيتها اهيت مع النار بعد ما الكبده بعد ما القنصه استوت. حطيت الكبده، هنا حطيت شويه. هنا كنت حطيت هو انا حاطه ملح وفلفل فيها، ملح وفلفل وشطه، شويه قرفه، نطره كمون. هنا شطه اهي زي ما انا بقول لكم، واحط ورقه لورا، واحط تاني. هنا ورقه لورا اهو، وهقلب. انا ما بحطش فيها يعني، ما بحبش الاكل عموما، ما بحبش فيها بهارات كتير. مش كل الاكل اللي ينفع يتحط فيه بهارات، يعني هو الكبد، يعني كبد القوانص دي بتاعه البط، هي لازم تبقى باين فيها طعمها، ما تبقاش فيها بهارات كتير. هو ملح وفلفل وكمون شويه شطه، نطر بابريكا لو انت حابه، مش حابه حط شويه شطه. تمام. قرفه صغيره، حبه قرفه صغيرين، والزبيب زي ما انتم شايفين. طبعا ظبطتها وسبتها. هنا بقى زي ما انتم شايفين بعد ما غلت بقى واستوى الفول، نزلت بالسبانخ. اخر حاجه بتنزلي بيها هي السبانخ. السبانخ طبعا هي اخده سل يعني شويه على النار، اخدت غلوان، فقبل ما تحفظيها في الفريزر، فطبعا هي مش هتاخد وقت، وكمان حتى لو انت حطاها فريش مش هتاخد وقت. فالفول هو اللي بياخد وقت كده على النار استوى. هنا صينيه الجلاش بتاعتي كنت انا حشيتها خلاص. مقدرتش اطول معاكم يعني المقطع اللي انا بصور فيه مثلا للجلاش او كده، عشان انتوا عارفين انا بعمل ايه، وهياخد منه وقت كبير على الفاضي. فانا اختصرته، بدات ان انا اقطع بس وياكل جلاش. صينيه الجلاش اهو زي ما انتوا شايفين اهو، قطعتها قطع مربعات صغيره كده عشان ابدا ادخلها الفرن. هسقيها بقى، مش هسقيها بشوربه، انا في الاخر هسقيها شوربه، بس انا بسقيها في الاول. بجيب شويه لبن، ربع كوبايه لبن او على حسب الكميه، واقوم حاطه شويه ملح وفلفل صغيرين خالص، معلقه صغيره، وادوبهم في بعض. هنا كنت بجيب اللبن عشان اكبه فوق الجلاش بتاعي اللي انا مقطعاه. طبعا لازم تقطعيه الاول، علشان إيه انت لو انت سقتيه الاول. شوف انا كنت حاطط حبه شوربه صغيرين اهو، لا يا رب اللي كنت حاطه سمنه، مش حاطه شوربه ولا شوربه، ممكن تكون شوربه. حبه شوربه صغيرين لان اتلقت لبن تقريبا. كان اللبن هنا عندي كان قليل، فقلت انا هحط حبه شوربه صغيرين الاول، بحيث ان هي برضو ما تبقاش ناشفه معايا.
تبقى طريه اهو. شويه لبن اهو، ملح وفلفل، وحطيت شوربه في الاول. تمام كده. بتحط لها برضك شويه سمنه، ما عندكش سمنه حط شويه زيت اهو. شوفي انا حطيت هنا شويه سمنه، ما عندكيش حطي زيت، بتدي لها طعم حلو قوي. هنا بقى علشان بقى كان السبانخ خلصت خلاص بقى، وقربت اخلص الفينش بتاع الاكل، خلاص قربت اخلص. إيه، حطيت الكزبره الناشفه والثومه علشان إيه احطها للسبانخ. انا حطيت لها شويه زيت اهوت. هبدا كده بس ان انا احمرهم تحمير كده ياخدوا لون اصفر بس، وابدا انزل على طول على السبانخ بتاعتي. طبعا لازما السبانخ بتحط لها كزبره ناشفه وتومه. تمام كده. ما تغمقهاش، حاولي ما تغمقهاش ولا تبقى نيه، تبقى في الوسط، تبقى لونها مصفر حلو كده. ولازم ايدك فيها على طول يا جماعه علشان برضك متتحرقش منك. هنا اهو انزل على السبانخ بتاعتي اهو. طبعا انا في الوقت ده كنت دخلت البط اتحمر، وصينيه البطاطس اتحمرت، والجلاش اتحمر. الحاجات دي كلها كانت جهزت خلاص وخلصتها وفنشتها، ما كانش في اي حاجه خالص تتعمل خالص. هما دول كده كنت خلصت. تمام كده. وديت سفرة النهارده. طبعا الاكل ده عايزه اقول لكم ده تصوير لتاني يوم، لان في اليوم ده انا كنت اخده الاكل موديه عند حماتي، وما كنتش طابخه في البيت. ما كنتش طابخه عند حماتي، انا كنت طابخه في بيتي واخداه ووديته، وانا نسيت اصلا اصور. فانا بصور لكم يعتبر ده تاني يوم. الاكل ده انا عايزه اعرفكم ان ده اكل تاني يوم. اشوفكم في رعايه الله.